الفصل 11. المدينة. ركلة أيقظت ميار، فرفعت بصرها بدهشة لتجد بين عابس الملامح يحدق فيها. قال بلهجة آمرة: قومي سنرحل. وثبت ميار على قدميها مستعجلة، وهرعت إلى الخارج في اللحظة التي انهارت فيها الخيمة خلفها. وكان مريد يطويها بحركات سريعة. كان الضوء الباهت للصباح يغمر الجبال، والندى يكون قشرة باردة على العشب تحت بساط سميك من الضباب. شق بين طريقه نحو جواده الشيطاني، ولم تظهر عليه أدنى علامة للعرج، على الرغم من أن قدمه كانت بلا شك مسحوقة. فلكت ميار عينيها وتثاءبت، ثم نظرت حولها. كان الجنود ينهضون بتثاقل من على أفرشتهم، يمددون أجسادهم ويتثاءبون، ويهزون أغطيتهم، ويجمعون أمتعتهم. كانت بقايا وليمة الأمس مبعثرة حول بقع السواد الناتجة عن النيران المنطفئة، وتكدست عظام وجلود الأبقار التي ذبحوها في وسط المعسكر. ويبدو أنهم فقدوا كل شهية، إذ لم يوقدوا نيران الطهي للفطور. كان النوم قد غلب ميار، وأخبرها جوعها بفراغ جوفها. حمل مريد كائنين آخرين من الغيلان بأثاث بين الخاصة، ومضى سيد الشياطين نحو النفق. كان بدر قد سرج الجواد الحربي سلفا، وساعدها على الركوب، فحثت جوادها على اللحاق ببين، واندفعت خلفه في غياهب النفق. قضوا معظم نهارهم في جوف ذلك النفق الناعم، وصدى خطى الجواد الرتيب يرن فوق وقع أقدام الرجال الثقيلة. كان الصمت يخيم على القوات، والكآبة تسود ملامحهم، فغنيمتهم كانت تثقلهم رغم قلتها. فقرى ومدن ضواحي تورلوك لم تكن غنية، ولكن الحصن نفسه كان حافلا بالنقود والجواهر، إذ كان فيه نبلاء أثرياء من حاشية ملك ماران. في الليل نصبوا معسكرهم في واد خصيب وراء حصن تورلوك، على بعد كاف لئلا يبلغهم دخان الجثث المحترقة في ذلك الحصن المذبوح. وفيما كان الرجال يجلسون حول نيران طعامهم، تحدث بين مع مريد، فانطلق الأخير مسرعا. لم تعره ميار اهتماما، فمريد كان دائما حامل الرسائل لسيده، ولكن الدفء في صدرها تجمد عندما عاد مع غولين آخرين يجران بدر بينهما. كان الجندي يبدو كمن خاض نزالا، كان يلهث، وآثار حمراء تشوه خديه الخشنين. أسرعت ميار نحو بين. ماذا تفعل؟ فالتفت إليها، وفي شفتيه ابتسامة تجمد الدماء. وجدت طريقة لإفشالك أيتها الساحرة. إفشالي؟ نعم، أنت أمام خيار: ارفعي لعنتك البغيضة أو يتعذب. تجمدت نظراتها فيه. لا لعنة لي، لا تكذبي علي، سأمزقه ببطء قطعة قطعة، إلا إذا نزعت سحرك. افعلي ذلك أيتها الساحرة. هزت ميار رأسها برعب وعجز. لا أقدر، إن كان هناك سحر فلست أنا من ألقاه، أقسم لا أعرف شيئا عن السحر، أنا فقط معالجة، أرجوك لا تؤذيه. أنت تكذبين. أخرج خنجره واختبر حده بإبهامه، فيما كانت عين بدر المذعورتان تراقبان يده. حدقت ميار في بين، وعقلها يغرق في يأس ثقيل. توجه سيد الشياطين إلى الجندي الذي كان مقيد اليدين والقدمين، وملقى على الأرض حيث أسقطه الغولان. أيها الجندي، أخبر المعالجة، كم ترغب في البقاء حيا؟ فنظر بدر إليها برجاء. أرجوك افعلي ما يقول. لو كنت أقدر لفعلت يا بدر، يا ليتني أقدر. زمجر بين وهو يحدق بها. ستفعلين،
ثم هوى بضربة مفاجئة شاقا وجه بدر بشفرة خنجره، فصرخ الأخير وتراجع مذعورا والدم ينزف من جرحه. وضعت ميار يدها على وجنتها مع أنين مكتوم، وكأن الألم الذي أصاب الجندي ارتد إليها. قبض بين على شعر الجندي وأجبره على الركوع، ثم رسم بخنجره خطا أحمر فوق صدره شاقا القميص البالي والجلد تحته. فزعت ميار وركضت نحوه، وضعت يديها فوق الجرح تبث فيه طاقتها الشافية، فالتأم اللحم وسكن النزف. زأر رابين غاضبا وركلها، ولكنها تشبثت بالجندي المرتعد تحيطه بقواها كما لو كانت درعا من نور في وجه الطغيان. جثى بين على ركبتيه بجانبها وقد اشتعلت عيناه بنيران الهلاك. أتتحدينني؟ هزت رأسها بعينين تغمرهما الدموع. لا أريد له أن يؤذى، فقط توقف أرجوك. ابتسم ابتسامة مسمومة. أخيرا تظهرين بعض التمرد، حسنا. قبض على قميص بدر الممزق. افعلي ما آمرك به أو سيموت، وحتى قواك لن تنقذه من خنجر يغرس في قلبه. حدقت به ميار ترتجف من الرعب واليأس. لا أستطيع. تبا لك، أتشكين في نيتي؟ ستندمين. أعرف أنك ستفعلها، ولو كان بوسعي لفعلت ما تريد. كاذبة. انقض بخنجره في ضربة قاتلة نحو صدر الجندي، فصرخت ميار واندفعت بجسدها فوق بدر، حامية إياه بجسدها الضعيف. غاص الخنجر في ظهرها، فشهق بين وسحب النصل، واقفا بفورة غضب مفاجئة يلعن تحت أنفاسه. رفعت ميار عينيها إليه من مكانها وهي تضم رأس بدر المرتعد إلى صدرها. لن أتراجع، اقتلني إن شئت، ولكن لا تؤذيه. أمسكت بيده ووجهت الخنجر إلى قلبها المرتجف. اطعني، لم يتبقى لي كثير من القوة، طعنات قليلة وستنفد، ثم أموت. حدق بها بين، والغضب المتوحش يشع من وجهه، وللحظة ظنت أنه سيفعلها، لكنه دفعها بغلظة ممزقا قبضتها عن قميصه، فتراجعت مترنحة وسقطت رافعة كفيها لتصد السقوط. وقف فوقها والخنجر يرتعش في قبضته. أقسم لا شيء يسعدني أكثر من قتلك الآن، قالها بصوت كالسم، ولكنني أراك مصممة على التمسك بتعويذتك الشيطانية حتى لو قتل هو، أليس كذلك؟ أطرقت برأسها، لا تملك شجاعة أن تنظر في عينيه. لا أستطيع أن أرفع تعويذة لم ألقها، أقسم لك إن كانت هناك تعويذة فلا علم لي بها، وهذه هي الحقيقة. رمى بين الخنجر في غمده وأشار إلى الغولين الواقفين. أطلقوا سراحه. ترنحت ميار وهي تنهار إلى الأرض، والغولان يفكان قيود بدر الذي ألقى إليها نظرة امتنان سريعة ثم هرب. وبينما كانت ميار تعي أن بين ما زال يطل عليها من فوقها، رفعت بصرها إليه في خوف وحذر، فوجدت وجهه قاتما بالغضب مكفهرا بالتفكير المظلم. زمجر قائلا: إياك أن تضعي يديك علي مرة أخرى، أفهمت؟ أومأت بخضوع، والراحة تتصاعد في صدرها كسحب زائلة. استدار بين على عقبه وخطأ نحو خيمته، يجر الستارة بنزق، كاد أن يقلع وتدا من الأرض. وظلت ميار طويلا في مكانها تعبث ببعض شعيرات العشب، وفي نفسها رهبة من دخول الخيمة ومواجهة هذا الشيطان. وحين التهم الغروب آخر ما تبقى من نور، دخلت إلى الخيمة ترتعش تحت هواء الليل البارد. تلفت إليها بين وهي تستقر على الأرض، جالسا في الكرسي القابل للطي الذي يحمله الغيلان على ظهورهم مع الفراش والخيمة.
كانت بجانبه كأس من الخمر، ويبدو أنه غارق في أعماق التفكير. استلقت ميار وغفت بلا كلام، تتركه وحيدا في الظلمة يشرب ويفكر. ليوم آخر سافروا عبر الرياف الخضراء، ولكن لم ترى ميار بدر، وشخص غريب هو من جهز الفحل لها في الصباح. تساءلت إن كان قد رحل، ولم تلمه على ذلك. في الصباح التالي جاء مريد يزحف خلسة إلى فتحة الخيمة. سيدي، الرجال قد رحلوا. نظر إليه بين نظرة خالية. أعلم. تقهقر الجني، ونظرت ميار إلى سيد الشياطين. إلى أين ذهبوا؟ عبث بين في أحد الأكياس وأخرج خرائط، ثم رماها واحدة تلو الأخرى. إلى البيت. إلى أين تظنين؟ قد نالوا كل ما يمكنهم حمله من غنائم، وهذا كل ما كانوا يريدون. الحمقى يظنون أنهم سيعيشون طويلا ليستمتعوا بها. أولئك الذين لن يذبحوا على يد قومهم الأكثر فضيلة سيموتون حين ينهض والدي. على أي حال، يا له من أمر رهيب. أرهيب هو؟ قالها بسخرية لاذعة. إنهما يستحقون. لم أعد بحاجة إليهم. لدي الغيلان والعفاريت وكل ما تلده الظلمة. هؤلاء لا يقاتلون للذهب، بل يعبدون أبي، وقد يكرم الناجين منهم ويدعهم يعيشون. يجب أن أتحرك سريعا، وهؤلاء الرجال كانوا سيبطئونني. أبناء الظلمة يسيرون أسرع. تجهم وهو يحدق فيها، كأنه يستغرب إفضاءه بكل هذا، ثم غرق في الخريطة مرة أخرى. تساءلت ميار في قلبها، هل سيترك بين وأبوه أحدا حيا في العالم؟ وشعرت بالحزن يغمرها. كثيرون قد ماتوا، والمذابح لا تزال تخيم. نظرت إلى ملامحه الوسيمة وهو منهمك في الخريطة. لماذا تريد أن تقتل الناس؟ استدار بنظرة خالية من الروح. لأن أبي يريد العالم العلوي، وهؤلاء يقفون في طريقه، لا يريدهم هنا. إذن أبوك هو من يريد مقتلهم، لا أنت. يمكنك أن تقولي ذلك. هز كتفيه وعاد إلى خريطته. أنا أطيع أوامر أبي، ولكني كنت أفضل أن أكون في العالم السفلي. ولأنه كان هادئا تجرأت ميار. كيف هو هناك؟ رفع رأسه وحدق في الفضاء. مظلم ودافئ، متاهة عظيمة من الكهوف والأنفاق، بعضها مملوء بكنوز لا تصدق. الشياطين العبيد ينقبون عن الذهب والفضة والجواهر، وصراخهم يرن في الكهوف. نور النار الباطنية يضيء كل شيء، والرياح الدافئة تجري في الممرات. أحيانا يؤتى بأرواح من أرض الموت ليعذبها الشياطين، ويعطونهم أجسادا شيطانية ليلعبوا بها. لم أزره قط، فقد أعطاني أبي جسدا بشريا، لكنه وعدني أن أراه عندما ينتهي كل شيء. لا أحب هذا العالم، إنه ساطع جدا وبارد ورطب. ارتعشت ميار لما تخيلته من وصف. وهل سيحب أبوك هذا العالم؟ سيغيره ويجعله كالعالم السفلي. انفرجت شفتا بين بابتسامة مائلة ساخرة، وقال: أشك في أن الأمر سيعجبك إذن. هزت ميار رأسها بصمت، ثم عادت إلى تأمل الخرائط أمامها، كارهة الفكرة التي راودتها أن يتحول العالم العلوي بأرضه الخصبة وسمائه الزرقاء وطيوره ووحوشه المتعددة إلى أرض باهتة يشع فيها الضياء الأرجواني الخافت، ميت ومخرب بفعل الشر. في الأيام القليلة التالية قطعوا مسافات شاسعة بسرعة لافتة، إذ كانت العفاريت والغيلان يخطون في الأرض طوال النهار وكأنما لا يعرفون تعبا. أما الأقزام فقد تركوا خلفهم، فعجز أرجلهم القصيرة
أعجزهم عن المضي مع الجيش. أما زائر الصخور فقد سقطوا على أطرافهم الأربعة وأخذوا يركضون جانبا بطريقة أقرب للقرود، يقفزون ويلوحون بأذرعهم. كانت مخلوقات الظلام تتحرك بخطى غريبة، تلتهم المسافات كما تلتهم النار الحطب، تركض من ظل إلى ظل، مطلقة صرخات الضيق كلما لامسها ضوء الشمس المائي. وتساءلت ميار: لماذا لا يتبعون الجيش ليلا ليلحقوا ببين في صباح اليوم التالي؟ ثم خمنت أنهم ربما يحتاج إليهم في المعركة، فلا بد أن يكونوا على مقربة لا على بعد أميال. طريقتهم في القتل وكفاءتهم أرعبتها، ولكنها مع ذلك أشفقت عليهم بما هم عليه من تشوه ومسخ. صادفوا بعض القرى المهجورة وحتى قلعة فارغة، ولكن لم يجدوا أحدا مما أدخل الراحة في نفسها. لم تتغير الريف كثيرا، فتنقلوا من تلال مكسوة بالعشب وغابات برية إلى مراج مهندسة وحقول محروثة قرب المدن، ثم عادوا إلى الخضار الوحشي. ومروا ذات مرة بمستنقع، ولكنه على الرغم من رطوبته وامتلائه بالحشرات لم يعق الجنود ولا بين. إن سيد الشياطين لم يسلك الطرق، بل كان يعبر البلاد في خط مستقيم واثقا بوجهته، وكان منظر جسمه العريض على ظهر الفرس المتوهج قد أصبح جزءا ثابتا في حياتها، يستمر في أحلامها ليلا حين تجرها الإرهاقات إلى شرنقة النوم السوداء. كانت تفتقد بدر وأحاديثهما حول النار، ولكنها كانت سعيدة بأنه عاد إلى بلاده وربما إلى عائلته، ولم يعد من جملة الحشد القاتل الذي يتبع سيد الشياطين. لم يكن بين يلقي لها بالا، فقلما تكلم إليها، وكان في الغالب يتجاهلها إلا إذا خاطبته، وقد يزمجر في وجهها أحيانا ويقف بهيئة مرعبة، ولكنه لم يضربها. تحسنت صحته تدريجيا، وصارت عيناه أقل احمرارا كلما ترك استعمال قوته. في اليوم الخامس بلغوا قمة تل وأشرفوا على واد أخضر زاهر بالزراعة، في وسطه تقع مدينة محصنة بسور، وقد أقيم حاجز مؤقت من عربات منقولة وأكياس رمال يعزز بواباتها العظيمة، وكان الدخان يصعد من المواقد. خفق قلب ميار حزنا حين رأت الناس يتحركون في البعد كالنمل. نظرت إلى بين فوجدت الابتهاج يلوح على وجهه وهو يتطلع إلى المجزرة المقبلة. داخل الأسوار كانت المنازل متجاورة، تتدافع في عنف وتتطاول على بعضها حتى كادت تلتقي فوق الشوارع، وكانت الثياب المغسولة تجفف على حبال ممدودة بين الأسطح، تخفق في النسيم الذي يحمل الدخان الأزرق المتصاعد. لم ترى قط مثل هذه المدينة المتزاحمة، بدا كأنه لا يسكن خارج الأسوار سوى البقر والغنم، وقد تناثرت زرائبها في الحقول الخضراء. وتساءلت ما الذي أجبر هذا الشعب على الاختباء وراء جدران سميكة هكذا. وبخطى مثقلة باليأس تبعت بين نازلة إلى الوادي، وخلفهم كان الجند يهمسون بالحماس. وقبل أن يصلوا إلى قاع الوادي خرج رجل راكب على ظهر جواد يركض نحوهم، ثم توقف على بعد منهم، فأوقف سيد الشياطين جواده الجحيمي، وتجمهر الجيش خلفه. وأصغى بين بابتسامة ساخرة وهو يرى الرجل يخرج لفافة ترتجف في يديه. وقال الرجل وصوته يرتجف مع كل كلمة: السلام على سيد الشياطين، الملك هوران من مملكة نسور يرحب بك في أراضيه، ويقول لك ما يلي: إن أبقيت جنودك في نظام ولم تسبب أي ضرر لهذه المدينة أو لشعبها، فإنه سيكف جنوده
ويقدم لك الممر الآمن. إنه يرى أنه لا خصام بينه وبينك، ويريدك أن تعبر بالسلام. ضحك بين، فشحب وجه الرسول، ولكنه تماسك وطوى الرسالة بأصابع ترتعش. أما جواده فكان يضرب بحافريه ويتأرجح، ما زاد من فقدان الرسول لهيبته. فقال سيد الشياطين بنبرة باردة وفي عينيه برق شرير: قل لملكك إنني سألتقي به لنباشر النقاش في هذا، ولكن في الوقت الراهن لا أقر شيئا. فانطلق الرسول في عدو متسارع، وتبعه بين في خطى هادئة على ظهر جواده الجحيمي، وخلفه انساح الجيش كموج أسود وأحمر يصك بأسلحته ودروعه. لم يزد عدد الغيلان والعفاريت وزائر الصخور عن 2000، ولكنهم كانوا محاربين يثيرون الرعب في القلوب. استدارت ميار بنظرها لتتأمل وجوههم وتتساءل في كيف سيراهم سكان المدينة، هذه الكائنات التي تجنبت بني البشر طوال العصور ولم تظهر قط على هذا النحو. كان الغيلان يحملون سيوفا مقوسة عظيمة وفؤوسا ذات رأسين، أما العفاريت فكانت مزودة بسيوف قصيرة. فيما الزائرون الصخريون كل منهم معه خنجران، ارتدى بعضهم دروعا من السلاسل فوق فرائهم، والعفاريت كانوا يلبسون جلودا مغلية وسراويل غليظة. ومن بين الأجناس الثلاثة كان العفاريت أقرب شبها بالبشر، ولكن بأطراف طويلة وغير متناسبة، ووجوه متوحشة خالية من اللحى. أنوفهم طويلة، وبشرتهم صفراء، وعيونهم بنية، وأيديهم ب4 أصابع فقط، كل منها ينتهي بمخلب. وأما الغيلان فكانوا أضخم قامة، قصار الساقين، عظام البطون، طوال الأذرع، ذو أيد غليظة خشنة كألواح الصخر. والزائرون الصخريون المكتسون بفراء حمراء زاهية كانت لهم وجوه سوداء تشبه الكلاب يطوقها شعر كاللهب، يحملون خناجرهم في أغمدة مشدودة إلى سواعدهم، ولكن حتى في غياب السلاح كانوا مخيفين بأنيابهم ومخالبهم. أما مخلوقات الظلام فكانوا أكثر غموضا، لا ملابس، لا دروع، ولا سلاح سوى ما ولدوا به، ولكنهم كانوا بلا جدال أقوى أتباع بين. عند بوابات المدينة استقبل بين 6 فرسان لامعين على ظهر خيول عظيمة تتلألأ خوذهم بالريش، وزيهم مطروز بالأحمر والذهب. تدورت الخيول وهي تشم رائحة الفرس الشيطاني، وأعينها تتدحرج بهلع. تقدم أحد الفرسان وأوقف بين، ثم أدى له تحية عسكرية وتكلم بصوت هادئ ومهذب: سيدي، إن تفضلت بترك رجالك هنا فإننا سنرافقك إلى الملك. فرد بين دون أن يلتفت إلى الجند المصطفين على الجانبين ورماحهم مثبتة على الأحجار. إن لم تكن تنوي منعي فأنصحك بأن تبتعد عن طريقي. فنظر الفارس إلى رفاقه طالبا العون، ولكن جواده ارتعب وابتعد خائفا من الجواد الشيطاني، فزاح عن الطريق من تلقاء نفسه. غير أن البوابات الضخمة بقيت مغلقة، فتوقف الفرس الشيطاني أمامها، وحاول الفارس أن يقترب بفرسه من بين مرة أخرى. قال الفارس وقد اغتم صوته بالتردد: سيدي، لا يمكننا أن ندع جيشك يدخل المدينة، هناك نساء وأطفال في الداخل، ألتمس منك أن… قاطعه بين بصوت كالسهم: افتح البوابات وإلا سأحطمها وأحطمك معها. تلفت الفارس مرة أخرى إلى رفاقه:
ثم أشار بصمت إلى الجند المشرفين على البوابة، فسحبوا عربة منقلبة كانت تغلق الطريق، وتفتحت الأبواب الهائلة كفم تنين نائم. ودخل بين في مسيرته المظلمة داخل المدينة، والفرسان الستة يكونون طوقا حوله على المسافة التي تسمح بها خيولهم الراعدة بالرعب من الجواد الشيطاني. أما الجحافل فقد انسابت خلفه كنهر قطران يفيض بالهذيان والشغف. كان أهل المدينة قد حبسوا أنفسهم في ديورهم يحكمون البوابات والنوافذ، وهم يرقبون ابن السيد الأسود يمر في شوارعهم. وتبعت ميار موكب بين على طريق واسع نسبيا يشق قلب المدينة، وفي الأثناء تفرق الغوغاء في الأزقة كالذئاب في الحقول، ناهبين ناهشين يستحلون ما راق لهم. الغيلان والعفاريت بدأوا بالسطو على المواشي، يخرجون الخنازير الصارخة والدجاج من أحواشها، فيما كان الزائرون الصخريون يخطفون الثمار من الأكشاك المهجورة ويقلعون النباتات من نوافذ المنازل. وبين البيوت المقفلة تسلل الظل، وفيه أعين حمراء تلتمع كجمر خامد، وأجساد غريبة الشكل تتخفى في العتمة كأشباح خرجت من قمامة العالم. كان الفرسان يلتفتون كثيرا وهم يرقبون ذاك السيل المفزع، ويتسببون عرقا، وخيولهم ترفس وتتدور من أصوات المخالب وهمسات الضحك وغرازة النباح الغليظ. وكانت تنطلق أحيانا قهقهات هستيرية حين يسرق أحد الزائرين ملابس الغسيل ويرتديها مقلوبة، أو حين يتبختر عفريت وهو يترجل بقبعة سيده. تكسر الزجاج وضحك متقطع مختنق كان يشي بعبث لا معنى له، وتطايرت المقاذيف، والعفاريت يرمون بعضهم بالثمار، وبعضها ارتد على دروع الفرسان البراقة على ما يبدو بالصدفة. كان الفرسان الستة يتسببون عرقا، لكنهم لم يجرؤوا على قول كلمة واحدة أمام سيد الشياطين الذي تجاهل الصخب خلفه كأنما لا وجود له. وفي قلب المدينة وصلوا إلى سلم عريض من الرخام يحاط بحدائق منسقة كأحلام زهرية مشوهة. نزل الفرسان الستة عن خيولهم، فيما واصل بين الصعود على ظهر الجواد الشيطاني، وخلفه خرخرة الدروع وقرقعة الرماح. وتفرق الحرس المسلحون بالرماح في فزع، وبين يعبر بهوا لامعا تتلألأ فيه الزخارف الذهبية وأسلحة الأجداد ودروع ورايات وشعارات. ولم ينزل عن جواده إلا عندما واجه بابا ضيقا لا يمكنه العبور منه إلا إذا انحنى. كان هذا هو باب قاعة العرش، وما إن تقدم بين حتى هرب الخدم المرتبون على جانبيه، كأن ريحا شرسة نسفتهم من مواقعهم، فدخل سيد الشياطين دون إعلان ولا ترحيب. تلألأ الذهب المطرز على صدريته ببهاء ينافس فخامة القاعة نفسها، وبدت ثيابه البسيطة كأنها تهين الزخرفة المبالغ فيها من حوله. تساقطت الجدران تحت وزن الأسقفة واللوحات، وتدلت الأستار الضخمة والأعمدة المرمرية المحفورة تحمل سقفا مقوسا مزينا برسمة جدارية تستعرض ملحمة بطولية نسيها الزمن. ومن أعلى كانت الشرفات العالية تطل على القاعة الهائلة، وفي العتمة المتراصة فيها ظنت ميار أنها تلمح أشباحا تتحرك كأنها تراقب من الظلال. رنت خطابين على الرخام المصقول كجرس في الجوف، فانقطع همس الأصوات وغرق المكان في صمت مهيب. وظلت ميار تسير خلفه تشعر بالخزي من ثوبها المتسخ وشعرها المتشعث،
فيما عيناها تتجولان في أرجاء ذلك البهاء الفاحش. وكان النبلاء والوجهاء المصطفين على جانبي الممر يتنحون عن طريق سيد الشياطين كأنهم يفسحون المجال للهلاك. والسيدات المتصنعات يهون على أنفسهن بمراوح الدنيا ويخفين ذعرهن وراء مناديل مخمرة بالدموع والعطور. عبق البخور الكثيف ورائحة اللحوم المشوية يملآن الهواء، وميار تنظر نحو مائدة تتأوه تحت وقر الطعام، فالتقطت فطيرة وبدأت تقدمها، وفي نفسها دعت للملك بالحظ. وعلى العرش نهض رجل قصير القامة باهت اللون، وعيناه الضيقتان البنيتان تتسعان رعبا. كان الفخر يتدفق من كل طبقة في ملابسه، وميار تعجبت كيف يتنفس ذلك الرجل تحت كل هذه الأثواب والحلي. معاطف وأردية فاخرة تتلألأ تحت عباءة مبطنة بالفراء الأزرق الملكي، وأصابعه المتراهلة ورقبته المتكورة تكتظ بالخواتم والعقود، فيما كشفت سروالاته الضيقة على نحالة ساقيه وتدلي كرشه. كان وجهه الدمث يلمع بعرق الفزع، وقليل من الشعر الوحيد قد سرح بعناية ليغطي قمة صلعاء تشبه المرآة. تقدم بين على الدرج ووقف أمام الملك الذي جلس بالفعل فورا منكمشا كظل أمام طوفان. انحنى بين نحوه وقال بنبرة لاذغة تخفي خلفها التهديد: أتسمح لي بالجلوس؟ ثم أمسك بذلك الرجل السمين ورمى به عن العرش، فتدحرج على الدرج ككرة مزخرفة. تصاعدت أنفاس القاعة وهرع نبيلان إليه ليعيناه على النهوض، ومن مسافة آمنة وقف الملك هوران يحيي بين وهو ينفض عن كمه بعد الغبار. قال بنبرة مرتجفة تحاول الثبات: مرحبا يا سيد الشياطين، شرفتنا بزيارتك. أجاب بين ببرود وعيناه تتجولان بين الحشد المترف: أشرفتكم؟ هل تعبدون أبي؟ فرد الملك رافعا يديه كمن يتبرأ من تهمة: لا، ولكننا لا نبتغي الصراع معكم. فقال بين: وتظن أنني سأمر فحسب وأترككم؟ لماذا؟ جيشي يحتاج إلى المؤن. فرد الملك: نزودكم بها يا سيدي، نريد فقط أن نحيا. ألقى بين عباءته إلى الخلف كاشفا عن بطانتها القرمزية الدموية، وعرفت ميار من بريق عينيه أنه يستمتع بكل لحظة. هذا هو مفهومه للمتعة. قدمت قطعة حلوى وهي تتمنى للملك الحظ السعيد. قال بين: وماذا ستقدمون لي في المقابل؟ تلجلج الملك: ماذا ترغب؟ سنعطيك المؤن ونفتح لك الطريق دون مقاومة. فقال بين: ربما آخذ كل ثرواتكم. فهز الملك كتفيه: فافعل إن شئت. ربما آخذ ابنتك. وهنا سقطت امرأة ضخمة الهيئة ووجهها يشبه الفرس، كانت ترتدي فستانا ورديا فاقعا مرصعا بوابل من الزهور القرمزية في أحضان أحد النبلاء الذي كاد يسقط من ثقلها. فنظر بين إليها وهز رأسه، ثم تغضن ثغره باشمئزاز: ربما لا. كما تشاء يا سيدي، نعلم أن لا قدرة لنا على مجابهتك. بسط الملك ذراعيه في رجاء مذل: لا نطلب سوى الحياة. ضيق بين عينيه وقال: لا يمكن رشوتي لأبقي عليكم، فأنا أستطيع أن آخذ كل ما أريده من مدينتكم بعد أن تموتوا جميعا. لا لا، لا أقصد ذلك يا سيدي، إنما أقول إننا تحت رحمتك، ولن نقاتل إلا دفاعا عن حياتنا. ربما سأخذ عرشك، إنه لك يا سيدي حتى في هذه اللحظة.
زفر بين بملل وقد خاب أمله في قلة مقاومة الملك. إذن سآخذ حياتك. انطلق نفس جماعي في صدور الحاضرين، وغشي الإغماء الأميرة البدينة التي كانت قد شرعت في الانتعاش. تقدمت الملكة، امرأة سمينة شعرها أحمر مجعد ووجهها مغرق في المساحيق، وحنت رأسها بانكسار أمام بين. أنا الملكة يا سيدي، هل لي أن أتوسل من أجل حياة زوجي؟ هز بين كتفيه وأشار بيده بلا مبالاة. تفضلي، قالت الملكة وصوتها يخنقه الخوف. إنه رجل صالح يا سيدي، كل ما يبغيه هو إنقاذ شعبه. إنه والد ل6 أطفال ورجل طيب ومحب لا يستحق الموت. وماذا في ذلك؟ شحب وجه الملكة. أتوسل إليك يا سيدي، خذني أنا لا زوجي. يا للروعة، هذا ما تسمونه أنتم بني البشر بالحب؟ انساب همس دهشة في أرجاء القاعة، فبالرغم من وسامة بين اللافتة فقد بدا للجميع بوضوح أنه ليس إنسانا بالكامل. داعبت الملكة صدرها بمنديل مرصع. نعم يا سيدي، إني أحب ملكي، ولو وجب علي أن أموت فداء له فلن أتردد. جلس بين على العرش وألقى بساق طويلة فوق ذراعه يرجرجها بتسل. ما أغرب هذه الفكرة، وماذا إن قتلتكما كليكما؟ وانطلق نفس آخر من أفواه القوم، وتقدم نبيلان مترفان في اللباس. قال أحدهما: نتوسل أن نأخذ مكانهما. ومن أنتم؟ اللورد موراش والدوق هوران. ابتسم بين بشماتة وبدأ يستمتع من جديد. ولكني لا أريدكما، إنما أريدهما هما. وأشار إلى الملك البدين وزوجته المتخمة. اندفع شاب أسمر الشعر من بين الجمع، نفض عن كمه أيدي الذين حاولوا منعه، وتقدم نحو الدرج وعيناه البنيتان تلتهبان. أنا الأمير هوران وارث العرش، وأتحداك في نزال واحد. فغشي على الملكة والأميرة، وغشي الشحوب وجه الملك الذي رمق ولده بنظرة يأس. انتصب بين وقد أشرق في عينيه بريق الاهتمام. أتتحداني أيها الوقح؟ قال بنبرة متحدية. بل أنت الوقح، صاح الأمير والحمرة تصعد في وجهه. صبي من الفلاحين، اقتلع من رحم أمه على يد سيد العالم السفلي، وأنت الآن تتباهى بقوى مستعارة متسيدا على ملوك شرعيين. فغشي على الملك وكذلك على نسوة عديدات، وغرقت القاعة في صمت جليل إلا من همهمات الذين يساعدون المغشى عليهن. ألقت مايار بقرص العسل الذي كانت تقدمه، وقد انقطعت شهيتها. نهض بين وخطى نحو الأمير، وقد زاده طولا بقرابة 6 بساط. فمك كبير أيها الصبي، أنا ابن السيد الأسود، لست فتى من الفلاحين. لم يهتز الأمير. الجميع يعلم أنك فقط صبي بشري خطفه سيد العالم السفلي ليستخدمه في كسر الأختام وإطلاق سراحه. لقد قتل أمك وسمم عقلك، لكنك بشري مثلنا، فلا يمكن لوليد شيطان أن يكسر الأختام ولا حتى أن يطأ عالم الأعلى. تجمدت عين بين وأصبحتا كقطع من الجليد الأزرق. أهكذا هو؟ نعم، أنت فان مثلنا. ثم انقض الأمير على بين وأخرج خنجرا من كمه. صرخت مايار بفزع، ولكن يد بين ضربت الأمير كالصوت، وطار الأمير كأنه دمية في الريح، تاركا مكانه خاليا. انزلق الفتى على الأرض الملساء، فتلقفه 2 من النبلاء وأعاناه على النهوض. حدق إلى بين وهو يقبض على خده المحمر، وخطى سيد الشياطين نحو العرش بخطى موؤودة. من أجل تلك الإهانة أيها الأمير الصغير
سأحيل مدينتك رمادا وستكون مسرحا لتسليتي. فصاح الملك وقد أفاق من غشيته وانطرح على قدميه: يا سيد الشياطين، إنه فتى جاهل أسترحمك. فأجابه بين: قد هاجمني والهدنة قائمة، فنقض عهدك وأهانك يا هوران. لا أريد منكم شيئا، لا أستطيع أخذه. مدينتكم هالكة وأرواحكم جميعا مستباحة. وصاح الأمير وهو يجاهد في الإفلات من أذرع الرجال الذين يمسكونه: قاتل خائن نجس، أنت تذبح بني جنسك. وخطى بين نازلا على الدرج نحو الفتى، ولكنه توقف حين سمع صرير السيوف وهي تنسل من أغمادها، وتقدم نحوه جماعة من الرجال بعيون صلبة. مسح الملك عرقه وقال: لم تترك لنا خيارا يا سيد الشياطين، سنقاتلك. تفحصهم بين نظرا وقال بفتور: هذا ما سيسبب لي صداعا إذن. فانقض الرجال عليه بسيوفهم القاطعة وطعناتهم الغادرة، وانقلبت عيناه إلى هوتين من ظلام دامس، وفجر من جسده طاقة سوداء كجدار من نيران عاتية ألقت بالرجال إلى الخلف جثثا متفحمة قبل أن تلمس الأرض. استدار بين ومد يديه في الهواء بحركة متمهلة، فصاحت النساء وفررن، واندلعت النيران السوداء من كفيه، فأحرقت بعضهن وأفنت آخرات، فتهاوين في عذاب وصراخ. وانطلقت السهام من الشرفات مخبأة في العلاء حيث كان الرماة يترصدون، فرفع بين ذراعيه فتشكل فوقه درع أسود كالدخان. امتص السهام حتى لم يبقى منها سوى رماد يتساقط، ثم أشار نحوهم فانهالت عليهم نيران الجحيم، وسقطوا يتلوون في عذاباتهم، ثم ارتطموا بالأرض الصلبة بأصوات مفزعة ورذاذ من الدماء. في لحظات شعلت الأسار وتناثرت الجثث المحترقة على الأرض، بعضها يتلوى ويصرخ. وقفت مايار متجمدة إلى جانب طاولة الوليمة المشتعلة صادمة من هول المجزرة، وغرز الألم أنيابه في أعماقها كأنه سهام نارية. وقد لمس اللهيب طرف ثوبها فوثبت بذعر تطفئ النيران قبل أن تنتشر، وانقبض جوفها لما مسه من طاقة سوداء، فانحنت تضم بطنها والألم يمزقها. تحولت القاعة المزخرفة إلى مقبرة مشتعلة، واندفع من نجا من النار في بدايتها يتعثرون هربا قبل أن تقضي عليهم الدخان والحرارة. واختنقت مايار بالدخان تدمع عيناها وتسعل، وخرج بين عبر الجحيم فوجد الأمير الفتى الذي أبقاه يبكي عند جثة والده ينادي بنواح، فقبض على ذراعه وجذبه دافعا إياه خارجا من القاعة. واندفعت مايار وراءهما متخبطة، ومعدتها لا تزال تتفجع مما لمسها من ظل. ونظر بين إليها نظرة غاضبة ثم تابع سيره. في الخارج كان الجيش ينتظر يغطي الحدائق المهندسة حول القصر بظلاله. كانت الوحوش تقدم الأزهار، والغولات تتبول على المرج، والعفاريت تتمدد على الأسوار. ولما ظهر بين رفع يده، فاندفع الجيش إلى المدينة بزئير يدمر كل ما أمامه. وفي المقابل تصدى لهم جنود المدينة، فاندلعت المعارك في الشوارع، وأضرم الجيش النيران في المباني، فاضطر من فيها إلى الخروج صرعى. ودفع بين الأمير المتعثر إلى 3 من الغيلان الحاملة الذين كانوا مع مريد، وصاح: خذوه. امتطى بين جواده الشيطاني وانطلق منطلقا نحو باب المخرج الجانبي البعيد، فانشق الجيشان عن طريق الوحش المحتدم، وحثت مايار جوادها الرمادي خلفه، ولكن الفرس الشيطاني السريع
تركها خلفه وأحاط بها المقاتلون. وكان جواد الحرب يتجنب الرجال المتقاتلين الذين ملأوا الشوارع بعد مرور بين، يناور بين السيوف المتأرجحة والرماح الطاعنة، والذين لم يستطع تجنبهم دفعهم بصدره القوي. وكانت ميار تتشبث بالعرف ومقبض السرج لتبقى في مقعدها. رأت رجالا يقاتلون ببسالة يقفون في عقد ممتلئة بالسلوح، لكن الحشود الوحشية كانت تهجم عليهم كالطوفان بمخالبها القاطعة وأسنانها المفترسة وسكاكينها النافذة وفؤوسها الدامية. وركض العفاريت يحملون المشاعل ويغرزونها في المنازل والمحلات، يضرمون النار في مخازن التبن والصوف. فسرعان ما تحول الدخان إلى كتل سميكة سوداء تحرق عينيها وتلهب حلقها وهي تتلاوح بين البيوت. وظهر الرجال والوحوش من خلاله، وكان الفرس يناور لتجنب سلاحهم المتأرجح، تنزلق حوافره فوق حجارة الطريق المدرج بالدم. وحثت ميار جواد الحرب على الهرب من المدينة وكأنه يعرف الطريق إلى الخارج. وأخيرا ظهرت البوابة الخلفية وقد احترقت متاريسها بفعل مرور بين، فاندفعت خارجة من المدينة المشؤومة. فانطلقت هاربة من المدينة التي صار مصيرها الهلاك، وفي الخارج بعيدا عن الدخان والدماء والعنف أخذت نفسا عميقا من الهواء النقي، وتركت الجواد يذهب حيث يشاء غير عابئة بوجهته. وبعد حين خفف من سرعته فرفعت رأسها لتتفقد المكان. وكان على بعد كبير غابة عتيقة تبسط نفسها كبساط أخضر كثيف فوق الأرض، فتوجهت نحوها يجذبها شعور غامض أن بين هناك، فوجدته يسير تحت سنديانة عظيمة على حافة الغابة، وجواده الشيطاني واقف كتمثال قريبا منه. فنزلت عن صهوة جوادها ووقفت منتظرة لا تجرؤ على الاقتراب منه، فقد كان لا يزال يتأجج بقوة الظلام تتراقص فوقه ألسنة من لهب ظليلي. فتراجعت مذعورة حين اقترب منها، ودون أن يبالي باندهاشها أمسك بمعصميها وعيناه السوداوان تنفذان في عينيها. إنها أكاذيب، كلها أكاذيب. أنتم جميعا متواطئون أيها البشر، تحاولون جميعا أن تجعلوني أنقلب على والدي، أليس كذلك؟ أليس كله كذبا؟ فصرخت ميار وقد اشمأزت من لمسه. لا أعلم، والله لا أعرف شيئا عنك. فقال: إن سيد الظلام أعطاني هذا الجسد لكي أكسر الحجب، هو من خلقني، لست نتاج فلاح. فهزت رأسها في حيرة وعدم فهم، فدفعها بعيدا بتجهم وقرف: لا فائدة منك، أنت جاهلة، نفاية بشر كسائرهم. وبجهد كبح النيران ودفنها عميقا في داخله، فتحولت عيناه إلى اللون الأزرق وهو يحدق في الدخان الأسود المتصاعد من المدينة. وكانت النيران الهائلة تلتهب بين الفينة والأخرى، وميار تحمد الله أنها بعيدة كفاية لكي لا تشارك ألم من احتجز داخل الجدران. وصلت صامتة إلى السيدة تسألها الرحمة لأرواحهم، وانتظر بين وذراعاه مطويتان حتى ظهر 4 أشخاص يعدون من المدينة يجرون خامسا بينهم، فتقدموا نحوه يقودهم مريد ومعه غولان يمسكون بالأمير. فدفعوا بالشاب المحترق المسود إلى قدمي بين متجنبين الاقتراب منه. وحاول الأمير هوران أن ينهض فركله بين حتى طرحه، فأنت ميار بأسى، فنظر إليها باللحظة فتشتت انتباهه، فاندفع الأمير نحو سيد الشياطين بصرخة غضب: قاتل، لقيط. فتراجع بين خطوة وتجنب الهجوم الهستيري
ثم سحق الشاب إلى الأرض بقبضتيه، وقبل أن ينهض ركله مرة أخرى فتدحرج على الأرض. فاندفعت مايار نحوه بصرخة ألم تمد يدها لتشفي الأمير، ولكن بين أمسك بظهر ردائها ورماها جانبا بقوة جعلتها تتهاوى وتتأوه. دعيه، صاح، حاولي منعي مرة أخرى وسأقيدك. فنهض الأمير على قدميه متأرجحا يضم أضلاعه، وتقدم بين نحوه واستل خنجره. نفض هوران خصلة من الشعر عن عينيه وحدق بغضب في عيني سيد الشياطين. يا وحش، زمجر الأمير، لقد قتلت أبي وأمي. فانفرجت شفتا بين عن ابتسامة متهكمة وقال: وقد أبدت مدينتك أيضا، فما شأنك؟ صاح الأمير والغضب يلهب وجهه: أنت ما زلت بشريا، لكنك فاسد جزار، لقد لوث الشر عقلك، إنك تنتن برائحته. فضحك بين ضحكة جافة لا روح فيها وقال: والآن سترى مقدار شري أيها الأمير الصغير، إني أستمتع بتعذيب أمثالك. بصق الأمير في وجهه، فانطلقت يد بين كسهم خاطف ومزق خده بخنجره، فانفجر جرح فوق وجنته. زفر الأمير وضغط على جرحه والدم يتسرب بين أصابعه. أنت مايار وعضت على شفتها قهرا. رفع بين خنجره مجددا، ولكن الأمير انقض عليه وسدد له ضربة في أضلاعه. تأوهت مايار وهي تشعر بوجع جراحه غير الملتئمة، لكن بين لم يتزعزع. رد بضربة قاضية أطاحت بالأمير أرضا محطما فكه. صرخت مايار وهي تضم ذراعيها إلى صدرها، والألم يتسرب إليها كسم بطيء. هذه المرة علمت أنها لن تستطيع إعانة الأمير. كان بين يضربه لمتعته الشخصية، ولن يسمح بأن يمنع من ذلك. وقف بين فوق جسد الأمير وفي عينيه لمعان مخيف، وقال: لديك شجاعة أيها الفتى، وهذا يعجبني، فهو يضيف للمتعة. هز الأمير رأسه ليزيل الضباب عن عينيه، والدم يقطر من شفته الممزقة. لم يعد قادرا على الكلام، ولكنه نهض من جديد وفي وجهه تشنج من الحقد. ضربه بين مجددا في أضلاعه، فانهار الأمير على الأرض متأوها. وصرخت مايار فزعا، فاستدار إليها بين غاضبا: تبا لك، اذهبي من هنا أيتها الساحرة، ابكي في مكان آخر. وبنظرة ألم نظرت إليه، ثم فرت نحو الخيمة التي نصبها مريد، وارتمت في داخلها تنكمش على نفسها على الأرض محاولة نسيان ما يجري للأمير. كان مريد ينقل أثاث بين ويرتبه كعادته دون أن يبالي بمصير الأمير. وبعد نصف ساعة دخل بين متوجعا يصرخ طالبا جرعته المخدرة، وكان مريد قد أعده له سلفا. بعد أن تجرعه ارتمى على السرير، وقطرات العرق تلمع على جبينه، وعيناه المحمرتان تحدقان في الجلد المعلق فوقه. فكسرت مايار صمتها وفتحت عينيها. هل أنت بخير؟ تحولت عيناه إليها وقال: ولما لا أكون؟ القوة تؤذيك كما تؤذيك جراحك، فماذا في ذلك؟ تنهدت قائلة: يمكنني أن أساعدك، أعلم أنك لا تثق بي، ولكنني أستطيع أن أزيل الألم. فصاح بها دون أن ينظر: اتركيني وشأني. ترددت ثم همست: هل قتلته؟ فانتصب جالسا بذراع واحدة، وضاقت عيناه بريبة: أتشككين فيا؟ ارتعدت مايار وهزت رأسها نفيا، فارتخى على السرير مجددا وهو يفرك صدغيه، وبنبرة متعبة تمزج بين السخرية والخمول تمتم: لا، لم أقتله، اذهبي واشفيه إن شئت،
حتى أعيد ضربه مجددا. قفز قلبها بين الرجاء واليأس. أرجوك لا تؤذيه أكثر من ذلك، تتوسلين له، أنت لم تتوسلي قط لنفسك. أنا لا أهم وهو يهمك. هزت كتفيها بلا مبالاة، ولكنه لم يكن يصغي. إنه فقط فتى وقد أهانني، ألم يكفه معاناه؟ فتنهد بين بنبرة روتينية كأنه ألف هذا الجدال. لا تجادليني. تركته مايار ليستريح وذهبت تبحث عن الأمير، فوجدته منهارا على جذع الشجرة التي قيد إليها ووجهه مليء بالألم. وضعت كفيها عليه وبدأت تعالجه، فالتأم فكه المكسور وضلوعه وذراعه والكدمات وكل خدش وندبة على جسده. فتح الأمير عينيه ونظر إليها بدهشة، كما يفعل كل من يجرب الشفاء لأول مرة. فابتسمت له مايار، فرد لها الابتسامة بخجل. شكرا لك أيتها المعالجة. أنا آسفة لما جرى لك يا أميرة هوران، آسفة على أسرتك وعلى مدينتك. بيل لا يشعر بشيء نحو أحد، إنه لا يريد إلا إرضاء والده، ولكنه يشعر بشيء نحوك. ماذا تعني؟ تنقلت عين الأمير على وجهها. لم يعجبه أنك شعرت بألمي، أما لاحظت ذلك؟ أظن أنني كنت أشوش عليه. لا، كان أنينك سهلا عليه أن يتجاهله، ولكنه لم يستطع. هزت مايار رأسها. كان يضربني بالقسوة نفسها في السابق، ولكنه توقف. نعم، وهذا يثبت ما أقول. جلست مايار على العشب بجانبه تبحث عن الراحة في جسدها النحيل. ربما ألفني، فقد لازمته عدة أسابيع. إنه ليس من الرجال الذين يألفون أحدا، ولكنك أنت تؤلفين من قبل الجميع. هز رأسه بحكمة. أقول إن في قلبه بقعة رقيقة لك. ابتسمت وقد سرها قوله. أرجو ذلك، فأنا أحبه. تجمد وجه الأمير فزعا. إنه سيد الشياطين، كيف تحبين من هو شر محض؟ لقد رأيت ما يفعله، إنه يقتل، يذبح أناسا أبرياء، وقد ضربك. كيف؟ تلعثم الأمير وتقطع صوته في صمت مذهول. مالت مايار برأسها والابتسامة لا تزال على وجهها، وعيناها البريئتان تلمعان بالحكمة التي ولدت معها. لا يجب أن تحكم يا أميرة هوران، ذلك من شأن سيدتنا. بين ليس السيد الأسود، إنه ممتلئ بالألم ويعاني معاناة مروعة، لكنه يسبب معاناة أفظع للآخرين. لا، تلاشت ابتسامتها. إنه يقاسي ألما لو أصابك لقتلك. ولماذا تبقين معه؟ ما يفعله يتنافى مع مهنتك كمعالجة. نعم، ما يفعله فظيع، ولكنني أتوق لمساعدته، لإنهاء معاناته. أقدم ما أستطيع، ولكنه لا يدعني أساعده. إنه لا يثق بي كما تعلم. أما من يقتلهم فهم يطيرون سالمين نحو سيدتنا خارج نطاق معونتي، أما هو فيبقى ويعاني. تطلع الأمير إلى الخيمة البنية التي يستريح فيها بين. لو لم تكوني معالجة لقلت اقتليه وضعي حدا لمعاناته ومعاناتنا، ولكنني أعلم أنك لن تفعلي. حتى لو ناولك خنجرا وكشف لك عنقه لما طعنته. تنهدت وبدا عليها النفور من الفكرة. صحيح، لن أفعل، ولكني أستطيع مساعدتك يا أميري، وسأفعل. ففكت مايار الحبل الذي كان يقيده، فنظر بقلق إلى الثلاثة الغيلان المتجمعين حول النار، ولكن ظهورهم كانت له. سيغضب منك. غضب مني من قبل. هز رأسه. قد يضربك. تعالي معي. لا، سأبقى.
لن يؤذيني يا سيدي، فأنا معالجة. فوضع الأمير يده على وجنتها برقة. أنت ملك، شكرا لك. اذهبي الآن وتسلل نحو الغابة، واتجه إلى مدينة أخرى حيث يمكنك أن تكون في أمان. فقال وفي عينيه مرارة باردة: لن يكون أحد في أمان منه. حين يكسر الختم الأخير سنهلك جميعا حتى أنت. فابتسمت ابتسامة يشوبها الحزن. أخذ الأمير هوران يدها ورفعها إلى شفتيه في بادرة لامست قلبها وأغرقتها بدفء لطيف. تسلل إلى أعماقها ثم نهض على قدميه وصار نحو الغابة، متجنبا الأغصان التي قد تنكسر وتفضح فراره. وقبل أن تبتلعه الظلال توقف والتفت نحوها بنظرة أخيرة. تابعت ميار خطاه بعينيها حتى اختفى بين الأشجار، ثم انتظرت قليلا لتمنحه بداية كافية قبل أن تعود إلى خيمة بين. لم يتحرك سيد الشياطين حين دخلت، وظنت أنه نائم، لكنها ما إن جلست على الأرض حتى تمتم بصوت خافت: ما كان ينبغي لك أن تفعلي ذلك. نظرت إليه ميار بدهشة. كان علي فعله، وإلا لضربته أكثر. تحرك بين كالصاعقة وأمسك بردائها وجذبها نحوه بعنف ليحدق في عينيها المذعورتين. ربما ينبغي أن تضربي بدلا منه. شحب وجه ميار، لكنها ثبتت نظرها في عينيه. إن أردت ذلك. دفعها بعيدا كأن لمسها له يؤذيه، وقال بصوت مثقل بالضيق: أنا لا أرغب بذلك، وهذا ما يزعجني. فرك عينيه المتعبتين وتمتم: على أي حال، لقد نال نصيبه من الضرب. شكرا لك. زم شفتيه باستهجان. شكرا على ماذا الآن؟ على إطلاق سراحه وعلى عدم معاقبتي. قهقه بين ببرود قاس وقال بسخرية مظلمة: سيعاني أكثر وهو حي. عائلته ذهبت، مدينته ذهبت، على الأرجح سيرمي نفسه في بئر. بدأت أفهم البشر، إنهم كائنات غريبة، لكنني أرى نقاط ضعفهم، أعظمها هذا الشيء الذي يسمونه الحب. إنه يجعلهم هشين وأغبياء جدا. تنهدت ميار بأسى. نعم، لكنه أيضا يجلب فرحا عظيما، بدونه تصبح الحياة خاوية. القوة مرضية، لا أحد بحاجة إلى شيء أكثر من ذلك. القوة لا تجلب إلا الأسى النهاية، فلكي تملكها عليك أن تؤذي الآخرين، وذلك يجعلهم يكرهونك. حتى إن حاولت ألا تؤذي أحدا سيظل الناس يقعون ضحية الحسد. الأقوياء وحيدون بلا أصدقاء حقيقيين. القوة تفسد، والمرء يغرى دائما باستعمالها لمصالحه. التفت بين نحوها بنظرة حالكة. أنت تملكين القوة. ابتسمت. أملك قوة الشفاء لي وللآخرين، لا أكثر، ولا يمكن استغلالها لأنانية. حتى لو رغبت يمكنك أن تطلبي المال مقابل الشفاء وتصيري غنية. نعم، غنية بالممتلكات الميتة، بأشياء لا تحبني، بينما الذين لا يستطيعون الدفع سيكرهونني، والذين يستطيعون سيدفعهم الغل إلى بغضي. الأفضل أن أعطيه بالمجان فأحظى بمحبة الجميع. لن أجوع أو أتجمد. حتى رجال جيشك، أولئك الذين ينهبون الأرض ويقتلون ويسرقون، حرصوا على أن أطعم وأكسى، لم يجرؤ أحد على إيذائي. زمجر بين بخفة. لاحظت ذلك، مع أنهم حاولوا قتلك أولا لأنك أمرتهم، وهم يخافونك، لكنهم لم يرغبوا بذلك. نظر إليها بعينين تغليان بالمرارة. ليتهم نجحوا. لما؟ اخترقت برودته عظامها، فتراجعت قليلا عن نظرته الجليدية. لأنك تؤرقينني. أنت شوكة في جانبي لا أستطيع نزعها. لم أعد أجد متعة في آلامك،
لكن هذا لا يعني أنني لا أستطيع إيذاءك. لا أعلم كيف من المفترض بك أن تمنعيني من إتمام مهمتي، لكن صدقيني لن تنجحي. ثم استلقى وأغمض عينيه، ووقفت ميار ممزقة بين الشفقة عليه وخوفها منه.